حضّر ليك بديل بسرعة عشان دنيتك ما تقفش. اسأل نفسك السؤال المهم ده: هل غيابي كرب أسرة أو صاحب شركة أو قائد أو مدير هيوقف المنظومة اللي أنا بنيتها؟ لو إجابة سؤالك يبقى أنت في غلط كبير. أما لو الأمور مشت في غيابك كما لو إنك موجود، يبقى أنت ماشي صح. لازم تصنع بديل ليك وتحضره. لو ما عملتش كده، كل اللي أنت بنيته هيضيع أول ما تغيب، أو لو حصل لك ظروف قهرية تمنعك من التواجد. لازم تقلق لو حصل لخبطة في الكيان اللي انت مسؤول عنه وانت غايب، وما تخافش ان البديل ياخد مكانك. لو انت واثق من نفسك هتشارك خبراتك مع كل الناس وتدي صلاحيات اللي تحت منك بدون ما تقلق. للأسف 90% من الشركات والمحلات بتنهار وبتزول بزوال صاحبها نتيجة مرض أو موت أو سفر، وده بسبب غياب المؤسسية وعدم بناء هيكل تنظيمي إداري قوي مكون من قيادات صف تاني. يعني كل ما كبر الكيان، انت محتاج اكتر من بديل وقائد يتولى الامور. ما تخافش، حتى لو اللي علمته انشق عنك ووصل انه ينافسك، ما دمت مالي مركزك اعرف ان المنافسه بصالحك مش ضدك. الشركات العملاقه اللي راس مالها بمليارات بيجهزوا بديل للرئيس التنفيذي من اول ما يمسك المنصب، وغالبا بيكون مدير العمليات. نصيحتي ليك، سواء مصلحتك صغيره او كبيره، من دلوقتي حضر بديلك عشان مصلحتك تستمر في النمو بخطى ثابته، وربنا يوفق الجميع.